معلق على الاسعار وهاد المعصب كيطلع لكم في الفيسبوك هاد المقيد هذا شتي كينرفز نجاوب على الاسئله كاملين ديال الفرد ومعصب خاص مع استاذ شتي كينرفز. شوف باغي ندوي حسان دابا لك انت تخيل غتعرض للسرقه والنصب والاحتيال. المغربي المعصب المصري اللون ديال احمد زكي هذا المغربي كيشوف معصب مع الطوبيس مع الكونترول على المغربي معصب في المغرب. شكون هاد الهبيله اللي باقي يدير راسو في المغرب علاش كتعصب على غير الاسعار وهاد المعصب كيطلع لكم في الفيسبوك هاد المقيد هذا شتي كينرفز نجاوب على الاسئله كاملين ديال الفرد ومعصب خاص مع استاذ شتي كينرفز. شوف من يرفي يا صاحبي خويا الدراري كون معاه ولا ما تكونش معاه انا ضد هذه الفئه من المجتمع. هذا المعيصب المقيلق هذا اللي ديما عليكم مواطنين غلاء اسعار كذا ما عاد اخويا ما كيعجبونيش هذا البكا وهذا كافه. انا راه اصلا هذاك اللي غيشوفك في ديك السوشيال ميديا باغي يتلف فهمتي راه جاي هو التليفون باش يفوت يشوف شي حاجه زوينه ماشي هو كينكد عليه في حياته غادي تبدا تقول لي غادي تشوف البايش شحال داير الصبليون وهذا المسؤول كتبقى تحقق الناس. خلي الناس عايشه اصاحبي نتوما ماكم حقودين كديروا موسيقى حزينه ودادوا على الدوله وتقاس بنادم. الناس باغيين تخيلوا ديالي التوالي اللي درت انا والكتاب اللي غيخرج ديالي اللي غيخرج فيه 9 اشهر عام فيه عام في الانترنت. حتى عندي 9 شهور في الانترنت باش تعرفوا الدراري باش غندير عام في الانترنت غنخرج كتاب وغنسالي هادشي وغندوي فيه على هاد البلانات هادو ديال بزاف. ودابا واصل شي 17 شهور خدامين الدراري غندوي فيه بزاف بحال هادو خاصة هادو راه كارثه هادو راه النكاد هذا صافي كتدخل دابا غتسيلي تشوف شي واحد اللي يفوت شو خير دايرين لنا البلاين ديال اليوتيوب وداك الشيء ما كدويش فيه لا عمرني قلت لكم على شغل الاسعار عمرني قلت لكم على شي حاجه. اذا المغاربه راه باغيين نشوف فيه حتى شوف كيفاش اللي طالع. اذا المغاربه باغيين يشوفوا هاد العيش باغيين يفوجوا ما بقاوش باغيين بحال هاد المرض هذا هو حتى حاجه ما غتبدل حتى حاجه ما تبدل. هو تبقاو دابا على شي كارثه ماشي نكاد وزد راسك المهلكه. شوف والسب والقذف والعنصريه في هذا الفيديو هذا بطريقه قانونيه عليا السلام عليكم اصدقاء، كنتلاقاو في حلقه جديده. فمرحبا بالجميع اللي مازال ما تابوناش عندنا في لاشين يوتيوب ما فيها باس يتكي على الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد في هذه القناه المتواضعه. فكما شفتوا في المقدمه ديال الفيديو للاصل ديال الياس المالكي كيعاير او كيسب اشرف المدن. فكنا كنعرفوا اشرف المدن فهو كيعطي كيفيد المغاربه. كناخذوا معلومات من عنده في زياده الاسعار، كناخذوا من عنده معلومات في اشرف المدن عنده محتوى نقي محتوى هادف. فهو كينصح الشعب المغربي فهو يعني كناخذوا من عنده اي معلومه قيمه او اي معلومه ما كنعرفوهاش او المحتوى ديالو زوين. انسان قاري المستوى ديالو عالي تبارك الله ومؤدب ومحترم عكس هذا قليل الاصل ديال الياس المالكي. انا من قبل درت عليه فيديو اخواني الكرام ولكن حتى واحد ما تفاعل معايا فيه ما عرفتش علاش. حتى واحد ما بارطاجاه باش يوصل لهذا قليل الاصل هذا. انا بغيت الفيديو ديالي يوصل لهذا قليل الاصل باش يعرف مقامه او قيمته عند المغاربه شنو كتسوى. ماشي كاع الناس اللي كيتبعوا هذا قليل الاصل راهم كيحبوه وكيساندوه او كيبغيو المحتوى اللي كيدير. انا ما يشرفنيش نتفرج في داك الياس المالكي وما يشرفنيش نكون من المتتبعين ديالو. اول حاجه ما مربيش، ثاني حاجه ما مخلقش، ثالث حاجه والديه كيوافقوا على داك المنكر اللي كيدير، رابع حاجه والديه كيشوا منها يعني فلوس القمر. والدين الياس المالكي اللي ما عرفوش يربيوه ياخذوا فلوس القمر وعايشين منها ترانكين ما على بالهم والو، يعني ما كيضرهمش الضمير ديالهم عكس الامهات المغربيات. اللي بغيت نقول اخواني الكرام كاين بزاف الامهات المغربيات الا عرفوا واحد الحاجه جايه من الحرام راه ما غاديش يدخلها لدارو ولا ياكلها. ولا عرف ولدو كيسب المغربيات وكيسب الملك وكيحرف القران وكيقول كلام ساقط، كونوا على يقين اخواني الكرام ما غاديش يبغيو ياخذوا فلوس جايه من هذه الطريق هذه. راه لا يعقل اخواني الكرام الام المغربيه الاصيله والشريفه العفيفه على انها تاخذ فلوس كيجيبها ولدها مع واحد التطبيق ديال القمر. نخليو القمر اخواني الكرام بوحدو. هذا السيد كيسب المغربيات كيف ما قلت لكم كيحرف القران كيسب الملك. ما عرفتش خرج كيسب في هذا السيد هذا اللي هو اشرف المدن كيخرج يسب فيه. واش مخلص من شي جهات الله اعلم حنا ما عرفناش. الغريب في الامر اخواني الكرام هو ان هذا قليل الاصل ديال الياس المالكي كيعاير في هذا الشخص هذا اللي هو اشرف المدن، مع العلم ان هذا اشرف المدن كيعطي معلومه مفيده للشعب ومفيده للشباب وكيوعي الشباب وكينمي الافكار ديال الشباب ما فيه حتى شي عيب. كيف يعقل على ان الياس المالكي خرج يسب هذا بالضبط؟ علاش اختاريتي اشرف المدن تسبه؟ باي حق خرجتي كتسبه؟ انت في التفاهه بقى في التفاهه. الناس اللي كيتبعوا اشرف المدن راهم بوحديتهم، راهم واحد الفئه بوحديتهم، فئه معينه، والفئه الاخرى ديال الخنز والعفن راه هي اللي كتتبعك انت. يعني انت واحد انسان مدلول لا قيمه له، محتوى مدلول بحالك. والديك حتى هما ما مربينش بهذه العباره هذه. لو كانوا مربين وحبسوا ولدهم من هذا التخربيق اللي كيدير او من هذه المزبله اللي كيدير او من هذه المهزله اللي كيدير. انت ما كتوعي شباب، ما كتنمي افكار ديال الشباب، انت فقط واحد انسان فاسق يمكن معينك شي جهه كتكلخ الشباب
ما فيك شي حاجه زوينه. مع الاسف انت قليل الاصل، شخص غير محترم. بالنسبه لي انايا كنجمع كاع الدلالات وكاع الصفات اللا اخلاقيه وكنوصفك بهم. انت انسان غير مخلق، ما مخلقش، ما مأدبش، انسان ميكرو ديال اليوتيوب كاملين. يعني انت مزباله. قليل الاصل انا دائما كنسميه قليل الاصل، هو فعلا قليل الاصل، حيت والديه ما عرفوش يربيوه، ومازال والديه لحد الان مازال ما كيعرفوش. اللي بغيت نقول اخواني الكرام، هذا قليل الاصل هذا اللي جالس دابا كيتبعوه على المفسدين وعلى الخناز، وفيما كان شي خانز ولا شي معفون كيتبع هذا قليل الاصل هذا، مع الاسف والديه هو مازال مستمر في هذا الشيء هذا، كيحاول ما امكن يدمر الشباب. وداك الشيء اللي كتبغيه الدوله. مع الاسف الدوله كتبغي ناس مكلخين، وما كتدعمش الناس اللي عندها عقل وعندها وعي وعندها اخلاق. مع الاسف الدوله المغربيه ما كتدعمش بحال هاد الناس هادو، ما كتشجعش بحال هاد الناس هادو. الناس اللي كتكون مخلقه ومؤدبه وكتكون عندها افكار اللي عاد تزيد البلاد القدام ما كتدعمهمش، بل كتدعم هاد التافهين هادو. مع الاسف هاد التافهين هادو اللي كيديو بالدمار للشباب. فاسق صاحبي، فاسق ما تصور من موراه حتى شي، تصور من موراه حتى شي حاجه. انسان فاسق، انسان غير مؤدب، والديه كيوافقوا على ديك المعصيه اللي كيدير، فهما عائله فاسده. عائله فاسده لن تستفيد منهم شيء، فقط كتضيع الحجره وكتضيع الوقت. اللي كيحسب راسو كيتفرج في هذا قليل الاصل، هذا الموسخ هذا، كيحسب راسو راه كيفواج وكيبدل الجو. انت ما كتبدل لا جو لا والو يا صاحبي، الله يهديك. انت ما كتبدل لا جو لا والو، بل كتكلخ العقل ديالك كتجمكو كتكلخو عن طريق هذا الشخص هذا الحيوان هذا المكلخ هذا قليل الاصل. انا كنسميه قليل الاصل. حاولوا ما امكن تبارطاجيو هذا الفيديو ديالي باش تعم الفائده، ويسينياليو هذا قليل الاصل اللي ما يفيدكم بوالو. بارطاجيو الماكسيموم. وكنبغي نوجه رساله لخويا اشرف المدن، كنبغي نقول له تحياتي ليك من هذا المنبر هذا. فانت يا من اطيب خلق الله، وانسان مثقف ومربي ومؤصل وكتعطي المعلومه وكتفيد الشباب. شكرا لك، وشكرا للناس اللي وصلت النهايه ديال الفيديو، وكنتمنى الفيديو ديالي يوصل والرساله ديالي توصل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.